لما بنقع في مشكلة بنلاقي اللي يساعدنا، لكن لو الحيوانات وقعت في مشكلة مش هتقدر تساعد نفسها. والنهاردة وفي حلقتنا هتشوفوا حيوانات طلبت المساعدة من البشر. ما تنساش اللايك والشير، ولو ما عملتش هتلاقي الحشرة دي في سريرك وانت نايم. النسر ده مصاب وبقى هزيل جدا من قلة الأكل، وفضل يزحف لغاية ما وصل للطريق بيدور على أي حد يساعده، وكان محظوظ جدا بصراحة علشان اللي لقاه عامل بيشتغل في إعادة تأهيل الحياة البرية واسمه مارتن فرعون، وبصراحة عمل اللي عليه علشان يساعده. الغزالة المسكينة دي فقدت بيتها وعيلتها بالكامل في حريق الغابة اللي هربت ونجت بحياتها بأعجوبة منها، ورجال الإطفاء لقوها وساعدوها. الإعصار ده أخد من السيدة المسنة دي كل شيء، لكن ربنا بعت لها هدية، كلب تحت الركام لسه عايش، ودلوقتي بقى عندها شيء تهتم بيه أكتر. الكلب المسكين ده وقع في النهر المجمد، وكان على وشك ينزل تحت الجليد، ومحدش قادر ينزل وينقذ المسكين ده قبل ما يغرق إلا الشخص الشجاع ده عرض نفسه للخطر والموت علشان ينقذه. لمدة يومين بتحاول الفيلة الأم دي تحرر وتنقذ ابنها اللي وقع في حفرة كلها طين. الجروب ده بيحاول يساعد، لكن الأم مش واثقة فيهم، وأخيرا انهارت من الإرهاق والتعب، وده اداهم فرصة يساعدوه بسرعة قبل ما تفوق. العصفور الصغير رجله اتجمدت على الأنبوب الحديدي ده، لو الشخص ده ما شافهوش كان هيفضل كده لغاية ما يموت، لكن ربنا بعتله اللي ينقذه. ذكرين من الغزلان بينطحوا في بعض لغاية ما قرونهم شبكت في بعض ووقعوا في النهر، وكان ممكن يفضلوا كده لغاية ما يتجمدوا في النهر، لكن الشخص ده لقى طريقة ذكية وعرف يحررهم من بعض. الدولفين ده بعد ما المية جرفته على الشط مش عارف يرجع المية تاني، لكن الناس الطيبة دي رجعوه للمية تاني قبل ما يموت. الحصان ده ربنا نجاه من أسوأ كابوس في حياته لما كان محبوس في اسطبل والنار ولعت في المكان ونجي منه بأعجوبة، ودلوقتي بيهتموا بيه وهيبقى أحسن بكتير. ثانيتين من وقتك هنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك لو لسه ما عملتش. يلا بينا. لحسن حظ الدب ده ان الصيادين عرفوا انه خايف منهم اكتر ما هم خايفين منه، وده شجعهم انهم ينقذوه، لكن مهمة انقاذه ما كانتش سهلة بسبب وزنه، لكن هم في الاخر لقوا طريقة ذكية لانقاذه. الدب ده لقى طريقة يفتح بيها علبة الصفيح، لكن حظه وحش جدا، لسانه اتحشر فيها، لكن الدب ده ذكي جدا راح للشخص ده على طول علشان يساعده، ولحسن حظه ان الشخص ده ما كانش خايف من الوحش الضخم ده، وتمت عملية الانقاذ بنجاح. القرد ده ازاي قدر يعوم في النهر وكان عايز يروح للبر التاني، لكن الجروب ده وفروا عليه تعب العوم ووصلوه بسرعة. دي نتيجة حياة السيرك اللي عملته في ملك الغابة المسكين ده اللي أنقذه واحد من المتطوعين، لكن السلطات ما سمحتش ليه إنه يحتفظ بيه، لكن الأسد ده من كتر اللي شافه ما بقاش واثق في حد وقطع الأكل، لكن الطريقة الوحيدة اللي ساعدت في إنقاذه هو لم شملهم من تاني. ايه اللي هيحصل للكلب الشجاع ده اكتر من انه فقد كفوف رجليه الاتنين في نفس الوقت؟ شوفوا كمية السعادة اللي في عينيه لما حس انه هيقدر يمشي من تاني. كانت آشا اللي عمرها سنة واحدة وزنها حوالي 13 كيلو جرام لما تم العثور عليها في سيرك متنقل. شوفوا مع العناية البسيطة اتحولت حاجة تانية خالص.
الدب الفضولي ده دخل دماغه في البرميل ومعرفش يطلعها تاني، وكل ده علشان يعرف ايه اللي جوه البرميل، وطلع في الاخر فخ للحيوانات. لكن الدب ده محظوظ جدا، لولا الاشخاص دول كانوا ماشيين بالصدفة في الغابة كان فضل متعلق فيها بقية حياته. تخيل يا صديقي ان الخنازير دي صدقت دماغها انها تقدر تعدي من بين السياج، فنتيجة الافكار دي انهم اتحشروا في الاخر وجات لهم فرقة انقاذ مخصوص علشان تساعدهم. الشخص ده وهو معدي بالصدفة لقى النعجة دي محشورة في التلج وجري يساعدها على طول، وفجأة لقاها مش هي لوحدها محشورة، طلعت هي وعيالها سبحان الله. وهم راكبين المركب ده بالصدفة لقوا عش طائر عايم على وش المية، وما كانوش مصدقين ان ممكن يكون في العش ده عصافير، وفعلا العش كان فيه عصفورتين صغيرين جدا نجوا بأعجوبة. هم فعلا فقدوا امهم، بس ربنا بعت لهم اللي يهتم بيهم ويرعاهم. ولو وصلت لهنا يبقى انت من المميزين، ويا مميز لازم تكتب لي في الكومنتات اي مقطع عجبك في الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك. اشوفكم بخير دايما، سلام.